وصلتني النهارده بقى جبت انا متحمسه لها جدا، فن جديد اسمه دايموند بينتنج او الرسم بالماس. متاكده ان انتوا شفتوه قبل كده بس ما كنتوش تعرفوا اسمه، ما كنتش اعرف ان هو موجود في مصر اصلا، بس اتبسطت جدا ان احنا هننفذه مع بعض. ودي كده اللوحه اللي انا اخترت انفذها. بالمناسبه عندهم اكتر من 200 تصميم تقدروا تختاروا منهم، ومقاسات اللوحات بتبدا من 30 في 30 لحد 90 في مترين. كل لوحه هتلاقوا جواها الفصوص الخاصه بيها، وهتلاقوا معاها كمان ادوات بسيطه عشان لو مش عاوزين تشتروا ادوات مخصوصه زي اللي هوريها لكم كمان شويه. ده شكل اللوحه اللي احنا هننفذها مع بعض. اللوحه عليها ارقام ورموز من الناحيتين عشان تعرفنا على الاماكن المظبوطه اللي هنحط فيها الفصوص، ونفس الرموز مكتوبه على كل كيس من الاكياس دي. بعد كده عندنا الشنطه دي كان فيها اغلب الادوات، واول حاجه لقيت خاتم التسبيح القمر ده. كمان الاداه دي بنفرد بيها الورق على اللوحه اللي هتشوفوا كمان شويه، وده طبعا اللي بنحط فيه الفصوص عشان يرتبهم. ودي كانت بوكسات كده شكلها لطيف قوي، احجام مختلفه كده بيأدوا نفس الوظيفه بتاعت القطع اللي فاتت. كمان كانت بعتالي القطر اللي هو القلم ده، ودي بقى الاداه اللي انا كنت مستنيه اشوفها بصراحه، دي اللي هنحط بيها الفصوص. كمان النوت دي شكلها حلو قوي، وده اسم البراند بتاعتها بشرى والرسم بالماس. ودي كانت لوحه تانية من اختيارها هي، ودي لوحه تاني ترميم بالارقام بفرشه والوان عادي بس برضو مترقمه، يعني نفس فكره اللوحات اللي فاتت. كل الحاجات الحلوه دي هنجربها مع بعض. بعد كده بقى عندنا العلب البلاستيك اللي بترتب فيها الفصوص. بص يعني عامله حساب كل حاجه. دي العلب الصغيره شكلها والوانها تحفه، الماتيريال بتاعتها حلوه جدا ومحكمه الغلق، ومعاها كمان الستيكرز دي عشان نكتب عليهم الارقام اللي مكتوبه على الاكياس. بحب انا قوي التفاصيل دي، هي حد ذوق جدا وشاطره كده، عارفه هنحتاج ايه وموفره كل الخامات. وده ورق كده بنلزقه على اللوحات قبل ما نشتغل، يعني هو فور فن كده، ممكن ما تستخدموش اصلا. هي عندها كمان ستيكرز، ممكن نعمل الستيكرز دي بالفصوص تتلزق على المجات وعلى التلاجة اي مكان تحبوه. بيجي معاها طبعا الفصوص الخاصه بيها، كمان الادوات دي اللي هو قلم التثبيت والشمعه، يعني لو عاوزين تجربوه في حاجه صغيره ده هيبقى مناسب جدا. ودي اشكال الستيكرز حلوين جدا، وعندها اشكال تاني كتير طبعا. وعندها كمان علب البلاستيك الكبيره عشان بيبقى اوقات في اكياس فيها فصوص كتير. ماتيريال العلب كلها حلوه جدا، عجبوني قوي، والوانهم تحفه، وبرده محكمه الغلق زي اللي فاتت بالظبط. متحمسه ان انا انفذ حاجه منهم، طبعا هوريكم كل الخطوات، فاستنوني بقى في فيديو تاني. تقدروا تطلبوا بشكل مباشر من السايت بتاعها، طبعا هسيب لكم اللينكات في الكومنتس.